تالت اختراع معانا المطبعة البخارية اللي اخترعها اسمه فريدريش كونش. اتولد سنة 1774 في ألمانيا، وكان من صغره عنده شغف بالآلات والطباعة. درس الفيزياء والميكانيكا. كان في أيامه الطريقة الوحيدة الموجودة للطباعة المطبعة اليدوية، بس كانت مكلفة وأقصى عدد ليها تطبع 200 نسخة في الساعة. فجات له فكرة انه يصمم آلة تعتمد على البخار بدل الجهد اليدوي، وتطبع على وجهين الورقة، وش وظهر في نفس الوقت، وتكون أسرع بكتير. بس الفكرة دي اترفضت في ألمانيا لأن أصحاب المطابع والعمال خافوا الآلة دي تستبدلهم وتاخد مكانهم ويخسروا شغلهم. فريدريش سافر انجلترا سنة 1807 لأنهم كانوا منفتحين أكتر وبيقبلوا الأفكار والاختراعات الجديدة وقتها. قابل هناك رجل أعمال اسمه توماس بنسلي، موله مقابل إنه يبقى ليه حقوق استخدام الآلة الجديدة. فكونش بدأ مع زميله أندرياس باور في تطوير الآلة الجديدة، واشتغلوا على الفكرة سنين، يجربوا ويفشلوا ويجربوا تاني لغاية ما وصلوا للنموذج الأولي. يوم 29 نوفمبر 1814 نجح فريدريش كونش إنه يقنع جورنال مشهور في إنجلترا اسمه جريدة ذا تايمز البريطانية، أقنعها إنها تجرب مكنة الطباعة الجديدة في السر من غير ما تعرف العمال، لأن أصحاب الجورنال كانوا خايفين العمال يفتكروا إنهم جايبين مكن جديد عشان يمشوهم. وحصلت اللحظة اللي كان بيحلم بيها كونش في فجر 29 نوفمبر 1814. تم طباعة أول عدد من الجريدة باستخدام المطبعة البخارية، وقدرت تطبع 1100 نسخة في الساعة، وده كان رقم خيالي وقتها. لما نجح الاختراع رجع فريدريش لألمانيا وأسس شركة طباعة مع زميله باور، لسه موجودة لغاية النهاردة، اسمها كونش اوند باور AG، واحدة من أقدم شركات الطباعة في العالم. فلما نجح الاختراع فريدريش كونش قال: Die Presse ist die Stimme der Freiheit und ich habe ihr eine stärkere Stimme gegeben. يعني الصحافة هي صوت الحرية وأنا منحتها صوت أقوى.